اخيرا يا جدعان، اول فوز لمنتخب مصر في تاريخ كأس العالم. وده مش اي فوز كده والسلام، لا ده فوز بريمونتادا بعد ما كنت متاخر 1-0 وبتلعب باداء يعر في الشوط الاول، رجعت عملت ريمونتادا تاريخيه في الشوط الثاني وكسبت 3-1. ومش بس كده، ده انت تكسب 3-1 ومقهور انك كسبان 3-1 لان في هدف رابع ضاع من زيزو، وبتقول يا عم حرام فرق الاهداف ده ناولة بيه. بس بص يعني خلينا نجيب الماتش من الاول خالص. فاكر في الفيديو اللي فات لما قلت لك ان حسام حسن لما بيظبط معاه تكتيك وخطه معينه بيعمل بيها ماتش كبير، بيفضل ثابت على نفس التكتيك والخطه دي تقريبا لكل الماتشات اللي بعد كده. اما التعقيب الثاني للعميد حسام حسن لما كسب الكوت ديفوار في افريقيا ورجع لعب السنغال وخسر منها، طلع في المؤتمر الصحفي بعد البطوله خالص وقال ان انا لعبت بنفس الطريقه اللي لعبت بيها مع الكوت ديفوار، هي نفس الطريقه اللي لعبت بيها مع السنغال. ودي كانت غلطه حسام حسن في البطوله، ان حرفيا السنغال درست تكتيك حسام حسن كويس جدا وعرفت ان هي تلاقي حل للخطه بتاعته بما ان هي الخطه الثابته، وعرفت ان هي تكسبنا. يا كابتن حسام مش معنى ان احنا لعبنا بتكتيك معين نفع مع الفرقه ان هو نفس التكتيك اللي يمشي على كل المطوشه، عشان لو اتلقى المفتاح اللي يهد الخطه بتاعتك دي ما فيهاش احنا هنبقى بره البطوله. وهو ده بالظبط اللي عمله قصاد ماتش نيوزيلندا. الشيء اللي انا كنت خايف منه بالظبط حسام حسن عمله، هو ان هو لعب بنفس الخطه اللي لعب بيها قصاد بلجيكا، هي نفس الخطه اللي لعب بيها قصاد نيوزيلندا. فكره انك تلعب بخطه بتسمح لك انك تجري في المساحات الموجوده ورا المدافعين ضد نيوزيلندا اللي هي اصلا فرقه بتركن الاتوبيس ورا وبتعتمد على الطويله لكريس وود وبتقفل كل المساحات الممكنه في الدفاع. تاني مشكله كانت في المباراه انك بتلعب بحمدي فتحي وياسر ابراهيم، اقصر اتنين عندك في المنتخب تقريبا، بتلعب بيهم ضد هجوم نيوزيلندا اللي هو اقصر واحد فيهم اطول من اطول مواطن مصري على راي الاستعبده. وطبعا بسبب المشكلتين دول احنا كنا مشلولين في الشوط الاول، بنخسر كل الصراعات الهوائيه واي تمريره طويله او مرتده مننا على طول بتقابل بلوك من دفاع نيوزيلندا. وطبعا بسبب حته الصراعات الهوائيه قدروا ان هم يسجلوا فينا الهدف الاول بسهوله شديده جدا من ركله ركنيه، وده كان طبيعي انه يحصل جدا وسط المشاكل اللي حسام حسن عملها في التشكيله، عشان يجي الشوط الثاني وحسام حسن يعمل حرفيا احلال وتجديد للتشكيله بحيث ان هو يلعب بخطه مختلفه تماما عن الخطه اللي بدا بيها في الشوط الاول. اول واحسن التغييرات اللي عملها ان هو شال حمدي فتحي ونزل رامي ربيعه. طبعا هو شال حمدي فتحي بداعي الاصابه، ولكن تبديله رامي ربيعه قد تكون الافضل في المباراه بسبب ان بمجرد نزول رامي انت قدرت تكسب اخيرا الصراعات الهوائيه، قدرت يكون عندك قوه بدنيه في الدفاع، قدرت تحرت معاهم شويه. تاني احسن حاجه عملها في التشكيله تقريبا حسام حسن ان هو سقط امام عاشور من الجناح الشمال لخط الوسط. ثالث حاجه عملها حسام حسن في التشكيله ان هو رفع مصطفى زيكو من مركز الجناح اليمين اللي هو اصلا مش مركزه المركز المهاجم، ورحل مرموش من مركز المهاجم لمركز الجناح الشمال. محمد صلاح يا جدعان كده في النص بيلعب كمهاجم وهمي ولاعب رقم 10. بمجرد ان بس حسام حسن ظبط التشكيله انت شفت ليك شكل جوه الملعب، بقيت ماسك كوره على لعيبه منتخب نيوزيلندا، بقيت بتلعب على الارض بدل ما انت كنت مقضيها الطويله، بقيت عارف تمسك الكوره على نيوزيلندا. ابسط حاجه انك على الاقل في اول الشوط الثاني رحت بثلاث واربع هجمات، ده غير امام عاشور اللي عملها 4 مرات ان هو يستلم الكوره ويشوط من بره ال 18، ده غير طبعا يا جدعان بقى محمد هاني. يا جدعان هو مين الراجل ده يا جدعان؟ الراجل ده احنا نعرفه حرفيا. محمد هاني بيقدم افضل نسخه ليه في تاريخه. حسام حسن حرفيا ساب له الحريه الكامله على الجناح واداله مهام هجوميه بحيث ان هو يوصل الكوره لجوه البوكس، وعرضيات يا جدعان كانت مظبوطه على المسطره، وواحده منهم كانت الهدف الاول من زيكو لمنتخب مصر. يا جدعان محمد هاني كان هو احد اسباب تعادل مصر في الماتش. يا جدعان بصراحه عرضيه هاني كانت مظبوطه بالمسطره على راس زيكو. الله اكبر يا جدعان، احنا عمرنا ما شفنا هاني بالمستوى ده قبل كده. ويا جدعان احب ادي كل واحد حقه بصراحه. زيكو على قد ما هو كان وحش جدا في الشوط الاول، جه في الشوط الثاني وسجل لك هدف التعادل، ده غير انه عمل بري اسيست لمحمد صلاح 1 2 بينه وبين صلاح عشان صلاح يسجل الهدف الثاني لمصر، هدف التقدم على منتخب نيوزيلندا. ويا جدعان كده بيني وبينكم انا قسما بالله فرحت بهدف صلاح اكتر من فرحتي بفوز مصر بالماتش اصلا. يا جدعان فكره ان صلاح يسجل يا جدعان دي كانت مهمه جدا على الاقل بالنسبه لي. انت في اكبر بطوله ممكن اي لاعب يلعبها في حياته. محمد صلاح اللي خلاص المفروض ان هو في اواخر مسيرته، الله اعلم كاس العالم الجاي ممكن يكون معانا ولا لا، الله اعلم اصلا مصر كاس العالم الجاي هتكون موجوده فيه ولا لا. فكان ان محمد صلاح يسجل في الماتش ده كان مهم جدا بالنسبه لي يا جدعان، عشان محمد صلاح يصنع التاريخ مع المنتخب في اواخر مسيرته، بالهدف اللي صلاح يسجله يكون الهداف التاريخي لمنتخب مصر في كاس العالم برصيد 3 اهداف، ويفصلوا هدف واحد بس عشان يتساوى مع العميد حسام حسن بلقب الهداف التاريخي لمصر. ولكن انا رحت شكرت في صلاح وانا اصلا كنت عايز اشكر في زيكو يا جدعان، الراجل اللي جاي لنا من فيوم، الراجل اللي كان بيلعب في شبين وبعد كده انتقل لنادي بيراميدز عشان يجي المنتخب مصر يسجل هدف الفوز في روسيا وهدفك الوحيد في مباراه البرازيل، ويسجل لك التعادل قصاد نيوزيلندا عشان ترجع في الماتش. يا جدعان الراجل ده امه عياله، والله العظيم الحمد لله ان ربنا كرم منتخب مصر بمهاجم شبه كده، عشان احنا اللهم صل على النبي اخر 10 سنين عندنا فقر في المهاجمين. وانا قصدي هنا بالمهاجمين قصدي المهاجم رقم 9، رغم ان زيكو مش 9 صريح ولكن بيقدم اداء لمهاجم 9 صريح ما شفناهوش من زمان قوي في منتخب مصر. حتى مع
مع مصطفى محمد ما شفناش حد بيفنش الهجمات شبه مازيكو بيفنشها. انا هرجع واقول تاني الراجل ده امه ده عياله، والحمد لله ان ربنا كرم منتخب مصر بالراجل ده. نيجي بقى للهدف الثالث، الراجل اللي عمره يا جدعان ما بخل بنقطه عرق ولا نقطه مجهود على المنتخب، كابتن محمود تريزيجيه. يا جدعان بالنسبه لي برده تريزيجيه كان مهم جدا ان هو يسجل في البطوله دي. يا جدعان تريزيجيه ده عمره ما بخل على المنتخب باي حاجه حرفيا. كان حرام جدا بعد المسيره الطويله دي مع المنتخب، وخاصه ان هو في اخر مسيرته ما بيقدمش الاداء الممتاز، ولكن كان حرام ينتهي في الاخر صفر اهداف في كاس العالم. وكان الهدف عالمي من راجل خبره شبهه، ان صلاح يقرا ان هو لو لعب الركنيه على فوق هيلاقي مدافعين نيوزيلندا كلهم واقفين له، فيلعب الركنيه قريبه من الارض عشان تريزيجيه يخش ياخد غطس وهوبا براسه جنب الحارس. الحارس ذات نفسه ما خدش باله. يا جدعان الجون ده كان فيه خبره شديده جدا من تريزيجيه وتناغم شديد جدا جدا بين صلاح وتريزيجيه. يا جدعان الراجل ده عمره ما بخل على المنتخب باي حاجه، وكان عدله من الله عز وجل ان هو ينصفه في كاس العالم. فيا جدعان طبعا مش عايزين ننسى شوبير وسط الزحمه، الراجل اللي في الدقيقه 52 او 53 تقريبا شايل لك جون محقق بنسبه 90% بعد ما الكره جت على راس حد من نيوزيلندا وهو بيشاطها براسه بحيث ان هي تعدي من فوق شوبير، بس شوبير بطراطيف صوابعه ينقذ توسيع الفارق، وخاصه انك ساعتها ما كنتش لسه سجلت التعادل. الهدف الثاني في لحظه شبه دي كانت هتكسرك اكتر، وبرده في اخر دقيقه من الوقت البدل ضايع يديك واحده تصدي على طريقه مانويل نوير ويحافظ لك على فرق الاهداف اللي بينك وما بين نيوزيلندا. لكن بالنسبه بقى للهدف الرابع الضائع من زيزو يا حبيبي، يعني انت دلوقتي جريت واستلمت الكوره وحجزت عليها ومرقصت الحارس والجون بقى فاضي انك تشوط، ليه وقفت وبصيت على حد انك تعرض له الكوره او تباصيها له؟ ما تشوط يا ابني. زيزو ضيع علينا فرق الاهداف اللي كان هيبقى ما بيننا وبين نيوزيلندا، ويا جدعان دي مش اول مره يعملها، عملها في ماتشات كتير قبل كده. وطبعا محمد صلاح هو رجل المباراه. صلاح يا جدعان عمل كل حاجه في الماتش، رغم ان الشوط الاول كنا كلنا سيئين، ولكن كان صلاح هو احسن الوحشين. وفي الشوط الثاني مش هتكلم بقى، هو باين صلاح كان بيعمل ايه في الملعب. صلاح يا جدعان دلوقتي بيقدم واحده من افضل النسخ ليه مع المنتخب في نهايه مسيرته. وانا بالنسبه لي يا جدعان صلاح وزيكو وشوبير هم الثلاثه يستحقوا جائزه رجل المباراه. بس الحمد لله رب العالمين مصر متصدره مجموعتها في كاس العالم. انا مش مصدق الجملتين اللي انا بقولهم. وتقريبا مصر ضمنت صعودها لدور ال 32 بنسبه 70 الى 80%، سواء ان هي كسبت ماتش ايران او اتعادلت فيه هتبقى صعدت كاول مجموعه او تاني مجموعه، او اسوأ السيناريوهات ان هي تخسر في الماتش وبلجيكا تكسب على الناحيه الثانيه نيوزيلندا، فبرضه هي ضامنه التاهل ان شاء الله كاحسن توالي. فمنتخب مصر بنسبه 80% ضمن الصعود الحمد لله رب العالمين والله، ومفيش حد ليه الفضل علينا غير ربنا سبحانه وتعالى وكابتن حسام حسن العميد. نيجي بقى للمنتخبات العربيه في البطوله اللي كل واحده فيهم بتعلي على الثانيه، سواء السعوديه اللي خسرت 4-0 ولا تونس اللي برضه خسرت 4-0 ولا قطر بقى اللي علت على كله وخسرت 6-0. نيجي الماتش السعوديه، اول حاجه انت زي مدرب السعوديه بعقلك بتلعب بخطه 4-4-2 وجاي معاك انك تهاجم ومجري الاظهره ومجري الجناحات، فتحت مساحات واسعه جدا في الدفاع، ده غير ان انت تقريبا ما كلفتش حد من المدافعين بمراقبه اي حد من الهجوم بتاع اسبانيا. عارفين انت لو تتفرج على الاجوال هتاخد بالك قوي ان مفيش حد تقريبا من دفاع السعوديه مراقب اي حد من هجوم اسبانيا، زائد وجود مساحات في الدفاع. فانت عايز ايه ده؟ انت بتدي اسبانيا 3 نقاط على طبق من ذهب. ولا قطر بعد ما خسرت 6-0 واتطرد منها لاعبين، يعني موت وخراب ديار. ولا تونس بقى يا جدعان بصراحه اللي هي كده تم اقصائها من البطوله، مقدمه اداء زي الزفت، اللعيبه بتاعتها زي الزفت، تكتيكات مدرب زي الزفت، مفيش كلمه حق انت عارف تقولها في حق تونس في الماتش ده. بس نيجي بقى المغرب اللي قدرت انها تكسب بسهوله جدا على اسكتلندا 1-0، وقدرت انها تسجل هدف الفوز بعد الثاني دقيقه في المباراه. بس يا جدعان اعيب على منتخب المغرب في حاجه، ان هو في ماتش اسكتلندا عمل هجمات كتيره جدا وكلها كانت هجمات خطره، ولكن كل الهجمات فشلت بالترجمه الى اهداف بسبب سوء الفينش النهائي. فيا جدعان انتوا بتروحوا بهجمات خطيره ودي حاجه عجباني جدا، والمغرب بتلعب كره حلوه قوي يا جدعان، بس كل ده لو ما ترجمش في الاخر لاهداف فحرفيا المحصله تساوي 0. ولكن اهم حاجه ان المغرب كسبت وقدرت انها تاخد ال3 نقاط، وان شاء الله مستنيين صعودها من الماتش الجاي زي مصر. نيجي بقى يا جدعان لبقيه المنتخبات في البطوله، وطبعا ليونيل ميسي يا جدعان لحد دلوقتي هو هداف بطوله كاس العالم 2026 برصيد 5 اهداف، وكان هيسجل الهدف السادس لولا ان هو ضيع البنالتي. يا جدعان هو الراجل ده عايز مننا ايه يا جدعان؟ يعني انت دلوقتي متصنف ان انت احسن لاعب في التاريخ، وكنت محطوط في مقارنه مع كريستيانو رونالدو على مدار 20 سنه، فكسبت في المقارنه باكتساح بعد فوزك بكاس العالم، ومنغص على رونالدو عيشته حرفيا. لا ده انت مش عاجبك كده وبس، ده انت عايز تتساوى مع بيليه في الانجاز التاريخي بالفوز بكاس
كاس العالم لمرتين على التوالي. يا جدع صلي على النبي، سيب حاجه لغيرك. بس يا جدعان ميسي مقدم لحد دلوقتي برضو اداء خرافي في البطوله، سواء قصاد الجزائر بتسجيله هاتريك او قصاد النمسا بتسجيله ثنائيه، وكان هيبقى هاتريك بس لولا البنالتي والله. وميسي اكد على العظمه اللي بيقدمها بان هو ينجح بالصعود للارجنتين الى دور ال 32 ب6 نقاط، حتى مش عايزين الماتش الاخير. نيجي بقى يا جدعان للبرتغال، بعد التعادل مع الكونغو الديمقراطيه 1-1 يطلع جواو نيفيس ويقول في تصريح ان كريستيانو رونالدو هو لاعب عادي. فبعد التصريح ده حمله تقوم ما تقعدش على جواو نيفيس، مقطعينه حرفيا، وكل واحد من منتخب البرتغال بقى بيقول كلمه على كريستيانو على قد ايه ان هو ما بقاش مفيد للفرقه. معسكر منتخب البرتغال حرفيا بينهار. ولكن يا جدعان بامانه انا هتكلم كلمتين حق، كريستيانو في ماتش الكونغو الديمقراطيه ما كانش هو سبب الخساره، ده كان المدرب مارتينيز. لان بكل بساطه يا جدعان رونالدو ما بقاش اللاعب اللي يقدر يروح على اليمين ويروح على الشمال ويقف في البوكس وينزل في العمق. كبر يا جدعان وبقى خلاص بقى لاعب محطه، بيقف مستني الكره تجيله عشان يشوطها، او ان هو ينط يعمل رأسيه، او بالكتير قوي ممكن ينزل للعمق يوزع اللعب. ولكن مدرب البرتغال مارتينيز انا شايف ان هو سلم كريستيانو كبش فدا للجماهير، بسبب ان هو لاعب كريستيانو وسط خمسه مدافعين افارقه جوه البوكس. يعني تخيل ان الكونغو الديمقراطيه بتدافع ب5 لعيبه، انت موقف قصادهم كريستيانو اللي عنده 41 سنه، فانت حرفيا اكنك بتسلم كريستيانو كبش فدا، لان كريستيانو استحاله كان يعرف يعمل حاجه وسطهم. وبعد التعادل فكان طبيعي كله يقطع في كريستيانو. فانا يا جدعان شايف ان المشكله اللي حصلت في المعسكر والمنتخب كله كان سببها الاول هو المدرب اللي ما عرفش اصلا يظبط تكتيك مناسب للماتش. ولكن كده ولا كده انا شايف ان الماتش جاي للبرتغال المفروض ينتهي بنتيجه ايجابيه. انا دلوقتي بصور قبل ما الماتش بيتلعب على الاقل ب 12 ساعه، الله اعلم الفيديو ده هينزل لك بعد ما الماتش يتلعب ولا قبله، بس كده ولا كده اظن ان شاء الله ينتهي بنتيجه ايجابيه، لان ده الحل الوحيد انك تسيطر على معسكر البرتغال عشان تشيل الضغط من على اللعيبه والمدرب، وخاصه تشيل الضغط من على كريستيانو، وتقدر انك تفكر في المطوشه اللي جايه. وانا قاعد بصور لك برده دلوقتي قاعد بيتلعب ماتش العراق وفرنسا، وبسبب سوء الاحوال الجويه دخل عليه ماتش السنغال والنرويج. بس كده يا جدعان حاولت الم لكم اهم المطوشه اللي اتلعبت في الدور الثاني من مرحله المجموعات في كاس العالم. وما ننساش ان مبروك الف مبروك منتخب مصر متصدر مجموعته في كاس العالم. ده احنا دي هناخدها سكرين شوت دي نفضل حافظينها لسنين وسنين قدام. مستنيين ان شاء الله التاهل والصعود من ماتش ايران. اتمنى يكون الفيديو عجبك، يا ريت لو الفيديو عجبك تحط لايك وتشترك وتشير، ولو ما عجبكش الفيديو برضه حط لايك واشترك وشير عشان ممكن ما يعجبكش يعجب غيرك. ما تنساش تكتب لي تحت في الكومنتات رايك في الفيديو، ما تنساش تكتب لي توقعك لماتش مصر وايران. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.